السلام عليكم يا جماعة. قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة عايزكم تعملوا حاجة مهمة جدا. دلوقتي انزل دلوقتي صلى على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تمام. ودلوقتي يلا بينا نكمل فيديو ونشوف ايه اللي حصل. النهاردة نتكلم عن حاجة غريبة لكن جميلة جدا، وحاجة اجتاحت السوشيال ميديا في مصر خلال الساعات الأخيرة. ترند بسيط لكنه مؤثر، وهو ترند صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة زي الترند بقى، القصة بدأت بصورة بسيطة خالية من أي شعارات أو إعلانات، مجرد صورة مكتوب عليها صلى على النبي، ومن واتساب للصفحات العامة على الفيسبوك ومنصات تانية، وبقت ترند سريع جدا جدا. المثير في بعض إن الصور دي مش بس انتشرت لكنها عملت موجة من التفاعل الإيجابي بين الناس. تاني حاجة، ليه الترند ده مميز؟ الناس كلها بتحب الترند ده لأنه مش محتاج أي جدل، بالعكس بيجمع الناس على رسالة دينية جميلة وبسيطة، رسالة تذكرنا بالصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل واحد بيشارك الصورة أو بيكتب تعليق زي صلى على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والمشهد كله بيرجع لنا شعور بالسكينة والروحانية وسط الزحمة الرقمية. وتالت حاجة، ردود أفعال الناس. في ناس كتيرة عبروا عن سعادتهم بالترند ده وقالوا إنه من أجمل الترندات اللي شافوها الفترة الأخيرة، وبعض الصفحات عملت تحديات بسيطة حوالين الصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دي رسالة لكل اللي بيقعدوا على السوشيال ميديا، محتوى بسيط لكن هادف ممكن يكون ليه تأثير كبير على الناس حواليه. ورابع حاجة، الهدف من الترند. الترند ده بيأكد إن السوشيال ميديا مش بس للأخبار أو للجدل، ممكن تكون مساحة لنشر الخير، نشر القيم الدينية والإنسانية. حاجة بسيطة جدا زي الصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ممكن تغير يوم حد. طبعا يا جماعة، المرة الجاية لما تشوفوا ترند بسيط زي ده ما تستهنوش بيه، وشاركوا الخير وانشروا الرسالة الإيجابية حواليه. طبعا لو عجبتكم فكرة الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشاركوا الفيديو مع أصحابكم، وطبعا صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وانتوا كمان شاركوا الصورة أو عندكم ترندات تانية بسيطة تحبوا اكتبوها في التعليقات، وأنا مستني أقرأها كلها. وبس كده، سلام.